السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجو برد أول ساعة يبقى مفيش غير شوربة العدس هي اللي هتدفينا. تعالوا النهاردة هقولك ازاي تعملي شوربة العدس بطريقة جديدة وطريقة مختلفة عن أي طريقة شفتيها قبل كده، وغير كمان الطريقة اللي احنا متعودين عليها. عايزة أقولك العدس بالطريقة دي ريحته هتجيب لآخر الشارع. عندي حلة على البوتاجاز نزلت فيها بمعلقة من السمنة البلدي، سبتها لحد ما تسخن. بعد كده نزلت بنص معلقة من التوم المفروم وقلبت في التوم لحد ما خد لون ذهبي فاتح. ما تغمقيش التوم. وبعد كده قطعت طماطميتين بحجم كبير قطع صغيره زي السلطه، بس المقطع ده انا اسفه جدا ما تصورش. بعد كده جبت جزرايه قشرتها وقطعتها حلقات بالشكل ده، لان الجزر بياخد سوا وما تكتريش في الجزر عشان نحس بطعم العدس، ما يبقاش الجزر غالب على طعم العدس. كمان عندي بصلايه وسط هقطعها قطع صغيره بالشكل ده، وهقلب في الخضار مع الطماطم مع الثوم. وعايزه اقولك شمي احلى ريحه في الوقت ده. هنقلب كده لحد الخضار ما يبدا يطرى. عندي ربع كيلو من العدس نقيته الاول وغسلته غسله كويسه جدا، سبته صفى الميه تماما. وهننزل بيه على الخضار بعد الخضار ما تشوح حلو قوي. وهنقلب في العدس مع الخضار لحد العدس كده ما تحس ان هو نشف من الميه، وكمان تشرب من طعم الخضار. هنقلب بالطريقه دي. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وخلاص كده بعد ما شوحنا العدس حلو قوي مع الخضار، دلوقتي هنضيف عليه ميه سخنه من الكتل. شايفين لون العدس ولا ريحته؟ ما شاء الله كانت تحفه، قلب الشقه قلب. كمان ريحه السمنه البلدي بتفرق جدا في طعم العدس. خلاص كده دلوقتي هضيف معلقه من الملح. الملح ده عليه كل البهارات، عليه كمون، عليه كزبره، عليه فلفل اسود، كمان عليه كباب بسين. عايزه اقولك كل البهارات موجوده في الملح ده، فانا عشان كده مش هضيف اي بهارات تانية. وخلاص كده هسيبه لحد ما يغلي وتشرب الميه بتاعته. كمان هضيف نص مكعب مرقه من الخضار، لو حابه تستغنى عنه مفيش مشكله براحتك، بس انا ضفته بيدي طعم جميل جدا مع العدس. وكده هسيب العدس لحد ما يتشرب الميه، وبعد كده هنهدي عليه النار وهنسيبه لحد ما يستوي تماما والخضار كمان يستوي. شايفين كده انا ههدي النار عليه وهسيبه لحد الخضار اللي فيه ما يستوي تماما. على ما العدس يستوي ويجهز هنبدأ نجهز العيش اللي احنا هنقدمه مع العدس. جبت الرغيف فانا هقسمه بالمقص، لو انت عايزه تقطعيه بالسكينه تقطعيه بايدك مفيش مشكله براحتك. الطريقه دي للعيش عايزه اقولك تحفه، تقدري تعمليها مع الفته مع الكشري مع فتة العدس، حاجه تحفه. عايزه اقولك ولادي اول حاجه كلوها كلوا العيش. هنقطعه بالمقص بالطريقه دي. وخلاص كده بعد ما قطعت العيش دلوقتي هنجيب طبق هنحط فيه نص معلقه من الثوم المفروم او حسب كميه العيش اللي انت هتستخدميها. كمان هضيف عليه ربع معلقه من الكمون ونص معلقه ملح. وتقدري تضيفي معلقتين سمنه بلدي او تضيفي زيت براحتك، اللي انت هتستخدميه مفيش مشكله براحتك. اللي انا ضفته ده كان ملح. ودلوقتي هنزل بالزيت وهقلب كويس جدا. وهنبدأ بالفرشة كده ندهن العيش. شايفة هتدهنيه من الناحيتين بالطريقة دي. حاولي تدهنيه كويس جدا عشان العيش كده يبقى ليه طعم وانت بتاكليه. وخلاص كده بعد ما خلصت كميه العيش اللي عندي هدخله الفرن وهسيبه لمده 7 دقايق لحد ما يتحمص، وهتشوفي شكله معايا في اخر الفيديو تحفه. والعدس خلاص كده بقى جاهز عندي، هسيبه يهدى لمده 5 دقايق عشان الخلاط بس بتاعي ما يتكسرش. لو عندك هاند بلندر اشتغل على طول وهو سخن في الحله مفيش اي مشكله. وده العدس بعد ما هدي 5 دقايق هناخده في شفشق الخلاط وهنضربه ضربه كويسه جدا بحيث انعم الخضار اللي فيه والعدس يبقى ناعم وقوام كريمي. هنضربه وهنرجع تاني نشوف الخطوه التانية ايه. وخلاص كده بعد ما ضربت العدس هنجيب مصفى ضيقه وهنصفي العدس. الخطوه دي مهمه جدا عشان بس قشر الطماطم اللي موجوده فيه. هتشوفي معايا في الاخر بعد ما هصفيه، شايفين قشر الطماطم اللي خرج ده كان هيغير طعم العدس معاكي. شايفه العدس ما شاء الله اللهم بارك قوام كريمي وعايزه اقولك تحفه. دلوقتي انا هاخد كميه العدس اللي عندي دي وهقسمها على حلتين.
هنعمل جزء منه شوربه، وكمان هنعمل جزء ناكله كده بالعيش. هجيب حله تاني كده وهقسمه بالنص، وهناخد الحلتين دول هنرفعهم على البوتاجاز، وهنشوف هنضيف عليهم ايه تاني. خلاص كده دلوقتي شغلت البوتاجاز على الحلتين. دلوقتي الحله اللي احنا هناكلها كده بالعيش هنضيف عليها نص كوبايه بس من الميه، ما تكتريش عشان القوام يبقى تقيل. والحله اللي احنا هنعملها شوربه هضيف عليها كوبايتين من الميه او كوبايه ونص حسب المقدار اللي عندك. هقلب كويس جدا طبعا، وهسيبهم لحد ما يغلوا شويه حلوين، وبعد كده نشوف هنضيف عليهم ايه. وخلاص كده العدس بدأ يغلي. دلوقتي هنجيب طاسة او اي حاجة عندك هتستخدميها، حلة، طاسة، براحتك. هنحط فيها برضو معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهسيب السمنة لحد ما تسخن. شايفين انا بقلب في العدس اللي احنا هنعمله شوربة، سايباه يغلي، مش سايبه النار عادي جدا عالية عليه. ودلوقتي هنزل بتلت كوباية من الشعرية، وهقلب في الشعرية، هحمرها عادي جدا كأننا هنعمل رز. والخطوه دي مهمه جدا. خلاص الشعريه كده حمرت حلو، هننزل عليها بنص كوبايه من الميه. والخطوه دي مهمه جدا، هتخلي الشعريه معاكي ما تلزقش، مهما قعدت فتره في العدس هتفضل زي ما هي مفلفله. عايزه اقولك العدس ده بات لي تاني يوم، اقسم بالله ما في حبايه لزقت في التانية. كان العدس جميل جدا والشعريه مفلفله فيه، كانت تحفه. هقلب كده كويس جدا وهسيب الشعريه لحد ما تستوي. شايفه ما شاء الله مفلفله، بوريكي ان هي واحده واحده، ما فيش واحده لزقت في التانية. الخطوه دي مهمه جدا، ان انت تضيفي نص كوبايه ميه على الشعريه قبل ما تضيفيها على العدس. وخلاص كده دلوقتي هنبدا نعمل الطشه للعدس. معلقه من السمنه البلدي، وهسيبها لحد ما تسخن، وهنزل عليها بنص معلقه من الثوم المفروم، وهنقلب كده لحد الثوم ما ياخد لون ذهبي. ودلوقتي هننزل بنص معلقه من الكزبره الناشفه، بتدي ريحه جميله جدا للعدس ومع الطشه كمان. وهنبدا نطش العدس. شايفه ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. ضفت على العدس اللي هيتاكل بالعيش، وكمان ضفت على العدس اللي هو شوربه. وخلاص كده العدس بقى جاهز معايا، هنقدمه مع بعض. شايفه قوامه ما شاء الله اللهم بارك، ولا لونه تحفه. ان شاء الله تجربيه بالطريقه دي وتعجبك. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك لايك كتير وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شايفه العيش ما شاء الله اللهم بارك، تحفه، جميل جدا. عايزه اقولك انا بصور وولادي كانوا بياكلوا في العيش، طعمه كان خرافه. دلوقتي هنقدم الشوربه مع بعض. كمان قدمت معاه بصل اخضر، وكنت عامله كان جنبه كمان مخلل، بتنجان مخلل، وجبنه قديمه بالقوطه. كانت الاكله دي تحفه، انا عندي الاكله دي احلى من اكله البط. ان شاء الله تجربي طريقتي في عمل العدس وتعجبكم. اتمنى كمان اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واشوفك في فيديو جديد، وباي.